هاد النساء اللي شادين الحطب على راسهم كيمشيو في الطريق ديال الدوار، عايشين الحياة ديالهم اليومية بكل صبر وقوة. هاد الكرة ديالي، لا أنا غادي نلعب بها، يلا بينا نلعبوا سوا، أنا معاكم. وأنا هيا نلعبوا الكرة، أنا معاك، خليني نجرب. شوفوا الكرة هادي جات مزيانة، دزي ليا. التراث ديالنا غني بزاف، خاصنا نحافظوا عليه. صحيح الصنايع التقليديه كتشكل جزء اساسي من هويتنا، والعمارة ديال القرية هي رمز لأجدادنا. شوفوا هذا المشهد الخلاب، قرية تقليدية في جبال المغرب محاطة بأشجار الدنيا والحقول. تأملوا هذا المشهد الطبيعي الخلاب، مغى يابسة وجبال شامخة. هاد الصنعة ديال النسيج خاصك تكوني صابرة بزاف، كل خيط كيحكي قصة وكيورث لينا الجدود. سبحان الله الغزل هذا كيخدم البال، هاد الخيط غادي يولي زربية زوينة إن شاء الله. يلا زيدوا قدام الحمير، زيدوا شويه باش نكملوا الخط. هكا زيدوا راكم دايرين مزيان. برافو عليكم. تراحت مجدية في أرضنا. هذا المشهد يرقص الأجداد، صمود وتواصل الأجيال. كنطحن القمح بالرحى على عتق الخبز للعائلة. هاد الطريقة تقليدية ما عمرها ما تتغير، بالزربة الدقيق غيولي ناعم. كنبسس هاد العجينة مزيان، خاصها تكون طرية ومتماسكة. هاد الفرن التقليدي سخون وكريحة زوينة. هاد المرة كتوجد الخبز بالطريقة التقليدية. هاد الخوف وكيفاش كتدخلوه للفرن الطيني اللي كيسموه الفران في المغرب. الخبز ديالي طيب، شوفوا شحال زوين. هاد الفرن السخون كيطيبوا مزيان، تجي عندي ناكلو مع بعضياتنا. شوفوا هاد التعبان راه مرتاح في الغابة الكتيفة، لكن راسو مرفوع جاهز للهجوم. وهكذا لقد حلق النسر عاليا، رامزا لعزة الأجداد وتراث الديار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في مغامرة جديدة.